ده ممكن يكون رايح جنازة ورايح يدفن واحد، وأثناء صلاة الجنازة أقسم بالله يا عم الحاج تلاقيه واقف قدام المسجد وما يخشش حتى يصلي صلاة الجنازة، يستنى على ما نصلي ونخرج وبعد كده يخرج يمشي ورا الجنازة. دي ربنا طبع على قلبه والعياذ بالله. أنا نفسي الناس اللي ما بتخشش المسجد إلا في صلاة الجمعة بس تسمع الجملة دي. أنا نفسي الناس اللي ما بتخشش المسجد إلا في رمضان بس تسمع الجملة دي. الناس اللي ما بتخشش المساجد أبدا تسمع الجملة دي. الناس اللي ما بتخشش المسجد إلا في صلاة الجنازة بس تسمع الجملة دي. طب أقول لك على حاجة عجيبة بعد ما تصلي على النبي. ده ممكن يكون رايح جنازة ورايح يدفن واحد، وأثناء صلاة الجنازة أقسم بالله يا عم الحاج تلاقيه واقف قدام المسجد وما يخشش حتى يصلي صلاة الجنازة، يستنى على ما نصلي ونخرج وبعد كده يخرج يمشي ورا الجنازة. دي ربنا طبع على قلبه والعياذ بالله. نفسي ده يسمع أن الصلاة هي الفريضة الوحيدة اللي ملهاش عذر عند ربنا. ملهاش عذر. والله لو انت مش قادر تصلي وانت واقف صلي وانت قاعد. مش قادر اصلي وانا قاعد صلي وانت نايم. ده انا مسافر يا عم الشيخ اكسر الصلاة. ده انا في حاجة منعتني يا عم الشيخ وما قدرتش اصلي بكل الطرق. لما ترجع من الحاجة اللي منعتك دي صلي. قال له هو انا يا عم الشيخ لو انا في حاجة منعتني من فاتني الظهر، هو انا رجعت من مشوار العصر وانا ينفع اصلي الظهر؟ امال مش هينفع تتحسب عنه؟ لازم تصليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. معنى من نسي هنا يا عم الحاج مش ان هو ان في صلاة ونسيها، لا، معنى ان في حاجة منعته ان هو يصلي الصلاة في وقتها. خلاص وقت ما الحاجة اللي منعتك دي انتهت يبقى الصلاة كأن الأذان لسه مدن عليك دلوقتي، فرضت عليك الآن، يبقى لازم تصليها. لأن فرض هتتحاسب عليه قدام الملك. لأن فرض هتتحاسب عليه قدام الملك. ولا تقول لي بقى شغلي، ولا تقول لي ده أنا كنت نايم، ولا تقول لي تجارتي، ولا تقول لي غيطي، ولا تقول لي شركتي. فرض أنت تركته هتتحاسب عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. ويمكن قلنا قبل كده أعمل إيه في الصلوات اللي فاتتني؟ أسهل حاجة زي ما أهل العلم قالوا أن تصلي مع كل فرض ما استطعت بنية الفائت. أنا هاجي المسجد أصلي صلاة الظهر، صلي ظهر كمان بنية اللي فاتك. العصر صلي عصر كمان بنية اللي فاتك. عندي وقت أصلي فرضين بنية اللي فاتني ماشي. طب يا عم الشيخ واحد قعد 10 سنين ما يصليش وبدأ وعاهد ربنا أنه يعوض ومشي مظبوط سنة أو سنتين وبعد كده مات. أهل العلم قالوا فليعلم إن كان صادقا أن الذي صلى عنه هو الله. يبقى مالكش حجة خالص بقى. بكلمك بالفلاحي، والله مالك حجة عند ربنا، والله مالك حجة عند ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. بس انت اللي سايب نفسك بعيد. انت اللي ياما سمعت الأذان. الشغل يا عم الشيخ، الأرض يا عم الشيخ، الغط يا عم الشيخ، المصاريف يا عم الشيخ. يا أخي سبحان الله، من الذي قدر الأرزاق؟ الله. ولما أنت تسمع الله أكبر هتروح المسجد هتصلي لمين؟ لله. يبقى بتتحجج بقضية الرزق ليه؟ وانت عارف أن الرزق بيد من؟ بإيد ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وبعدين قال لك أول حاجة ويقيموا الصلاة. أنت عارف ليه؟ ليه أول حاجة مطلوبة منك الصلاة؟ وممكن يكون أنا أو أنت كل اللي في إيدينا نقدمه لربنا إن إحنا نصلي. ليه؟ فريضة الحج أسأل الله أن يرزقنا زيارة بيت الحرام أجمعين كله أمين. لمن استطاع إليه سبيلا. أنا مش معايا فلوس، مش معايا 150 170 200 ألف، مش قادر أروح أحج، سقط عنك. الصيام
أنا راجل كبير في السن، راجل مريض، مش هقدر أصوم نهائي، يبقى سقط عنك وكفر. الزكاة، الفلوس اللي معايا، الذهب اللي معايا ما بلغش النصاب، شروطه لم تتحقق معي، خلاص ما عليكش زكاة. لكن الصلاة الفريضة الوحيدة اللي ملهاش عذر عند ربنا. تاني بقى بروحه، الصلاة هي الفريضة الوحيدة اللي ملهاش عذر عند ربنا.